عايزينك تحكي لنا عن اول فرقه انت مسكتها في حياتك. وايه الصعوبات اللي قابلتك؟ بص، هو اول فرقه مسكتها في حياتي انا دربت. انا اشتغلت، انا دربت الزهراء حلوان. دي اول فرقه مسكتها في حياتي، كنت كوتشنج فعلا، مدير فني. كانت فرقه ال 98. فرقه ال 98 كانت فرقه ال 18 سنه او ال 17 سنه يعني في الوقت ده. وكنت بلاعب كنت بلاعب فرق كبيره جدا. كنت بلاعب مقاولين ولاعب اتصالات ولاعب فرق كبيره جدا. وكنت بروح وبخسر، ما عنديش اي مشكله، بس كنت عايز اتعلم. كنت بروح اخسر، يعني انا خسرت ارقام كبيره، بس كنت عايز اتعلم. عايز تتعلم ازاي الخط، لازم تعرف الفرق ما بين الكوتش اللي هو المدير الفني الهيد كوتش، والفرق ما بين واحد بيدرب اللي هو الترينر اللي بيدرب عادي. فالكوتش اللي بيدرب التفاصيل، قرايه الماتشات، التفاصيل اللي جوه الاوضه، الحاجات دي كلها ما بتتقالش. مش اي واحد يدرب. التدريب دلوقتي بقى مفتوح للناس كلها بتقعد تدرب، لكن عايز تقيم مدرب، قيمه في التكوين بتاع الفرقه، قيمه في اداره الماتشات، قيمه في التعامل، قيمه في قرايه الماتش، قيمه ازاي يبقى خسران ويكسب، قيمه ازاي يحافظ على المكسب، قيمه ازاي يعرف يطلع بتعادل لو الفرقه اللي قدامه دي جامده، او يطلع باقل الخسائر. تفاصيل كتيره جدا. هل دي ليها، معلش انا اسف، هل دي ليها تدريب؟ يعني هل دي ليها تدريب؟ لا طبعا، مالهاش تدريب. لكن خبرات انت بتكتسبها لما بتلعب، بتشوف مدربين تاني. انا دايما كنت وانا صغير احب ابص على المدربين التاني وهي شغال على الخط، مش بيشتغل وهو بيرص وبيدرب، لا، اشوفه بيفكر ازاي، ابص له تعبيرات البادي لانجوج، لغه الجسد، اشوفه بيفكر، بيتكلم ازاي، بيعمل ازاي، بيشاور على مين. الحاجات دي كلها بتقرب المسافات. ان انت تعرف تبقى ليدر كوتش، تعرف تدير فرقه، وتعرف تكون. تكوين مهم جدا في التدريب.